في حاجات فعلا لا ترد ولا تستبدل. لما اتكلم النهارده على الكيدنيز او بتكلم على الكلى، واحد من اخطر واهم الاورجنز او الاعضاء اللي عندي في جسمي، هتكلم عن حاجه من الحاجات الترندي، وهي شرب البقدونس بشكل مستمر. بنسمع ناس تقول لك من كوبايتين ل3 في اليوم عشان يساعد على ازاله السموم اللي موجوده في الكلى. يا جماعه هنتكلم كلام علمي ومبسط جدا جدا. الكلى اصلا واحده من ضمن شغلاناتها ان هي اللي بتزيل السموم. المقصود هنا بالسموم المواد اللي بتخرج في البول من مواد نيتروجينيه وغيرها، وبواقي ادويه وبواقي اكل، وكمان عندنا بعض المعادن والاملاح الزياده. البقدونس او البتروسيلينوم كريسبوم او ما يعرف بالبيرسلي هو مليان بمواد مضاده للاكسده ومضاده بالالتهابات وحاجات جميله جدا جدا، مع مراعاه نقطتين. النقطه الاولى انه مدر للبول قوي، وبالتالي الناس اللي بتستخدم عندي مدرات البول اصلا في ادويه الضغط وادويه القلب ومش واخده بالها منها، ده هيزود فرص فقدان الصوديوم وفقدان البوتاسيوم، غير طبعا الجفاف وفقدان الميه. طبعا نقص البوتاسيوم ونقص الصوديوم بيأثر بشكل كبير جدا على الجوانب العضليه والجهاز الدوري والقلب، وطبعا الجوانب العصبيه. النقطه الثانيه ان البقدونس كمان بيزود الالكالينيتي او بيزود القلويه بتاعه البول، وبالتالي فرص التخلص من اليوريك اسيد بتكون عاليه في الناس اللي عندها امكانيه تكوين حصوات لليوريك اسيد، بتبقى اعلى من غيرها. بالاضافه كمان عندنا في ادويه بنستخدمها للسكر دلوقتي بقت هي الميجور او هي الاصل في علاج السكر لحالات كتيره جدا، بالذات الناس اللي عندها مشاكل في القلب كمان، او الناس اللي عندها مشاكل في الكلى. الادويه دي بتتخلص من السكر عن طريق خروجه في اليورين. لو انا النهارده برضو بفرض في استخدام البقدونس وبشربه معاه، بزود برضو فرص ان يحصل عندي ديهيدريشن او يحصل عندي جفاف ونقص في الصوديوم والبوتاسيوم. فخد بالك ان في حاجات ممكن تناسبنا وحاجات ممكن ما تناسبناش عشان نحافظ على صحه الكليه بتاعتنا، وافتكر دايما ان صحتك اهم.